طب نبدأ الأول بالزوج. الزوج، هل أنت اتجوزت جواز تقليدي ولا اتجوزت عن حب وعن علاقة استمرت خارج الإطار العائلي؟ عشت قصة حب في الأول، وبعد كده عشان أنت إنسان محترم وابن ناس، بعد ما تأكدت من مشاعرك وبعد ما تأكدت هي من مشاعرها، لقيت إن مفيش بد غير إن أنتوا ما تقدروش تعيشوا بعيد عن بعضكم، فرحت تقدمت وتم الزواج. فكانت إجابة الزوج وهو بيشرح لي، قال لي: لا، أنا يا أستاذ حنفي لا عمري ما مشيت مع بنت، ولا عمري كان ليا قصص حب. أنا ربنا كرمني، أبويا عايز يجوزني، ساعدوني. طب شوف عروسة، شوفوا لي عروسة مع اخواتي البنات، مع ابويا وامي، معايا انا برضو، ربنا كرمنا بواحده من بيت طيب وجميله ومحجبه وعلى قدر معقول جدا من الجمال. طب يا عم، انت عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني؟ من بيت طيب، ابوها راجل محترم، امها ست فاضله، يعني اخواتها ناس محترمين، هي خريجه اثار، يعني واحده تعليم، فاهمه حضاره وفاهمه اثار. والدتي خدنا الاجراءات المعتاده، والدتي بعتت لهم. انا طبعا كنت شايفها قبل كده، فدخلنا البيت عشان هي من حقها زي ما انا شفتها من حقها تقعد معايا وتشوف. دخلنا البيت من بابه، كان معايا والدتي، قبل ما اخد والدي كانت معايا والدتي واختي، ورحنا وقعدنا، وجات العروسه قعدت ومية مية، واتكلمنا مع بعضينا: انت خريجة ايه؟ طب تحب دي الشغل ولا انت خدت المؤهل وتحب ان انت تكون، يعني قعد الكلام اللي بيتقال. بيقول: انا استريحت لها جدا طبعا، هي برضو لقيت منها قبول بعض الشيء، لكن مش من اول قعده هقدر احكم هي قبلاني ولا مش قبلاني. المهم طلعنا من المقابله دي، كان والدها راجل محترم جدا، قاعد معايا: وانت زي ابني، وانا يا حبيبي والله عندي اللي زيك وعندي شباب زيك ولسه بادئين حياتهم، وكويس ان انت بتاخد خطوه زي دي بتامن بيها يا حبيبي، تبتدي بقى ببيتك وتبتدي تشوف شغلك وتستقر في حياتك. ده انا بتمنى ان ابني يتجوز كده ويبتدي يشوف طريقه ونصيبه، ربنا يكرمك يا حبيبي وان شاء الله خير. تمام. 3 4 أيام اتصلت أم العروسة بأم العريس: اتفضلوا وخلي الحاج يجي وإن شاء الله خير. راح هو والحاج بقى خلاص، والدنيا والأم والإخوات يا ابني احنا سألنا وانتوا ناس طيبين، ووالدك راجل طيب ووالدتك وبسم الله ما شاء الله واخواتك، واحنا يا ابني سألنا عليك ما فيكش حاجة تتعيب. جميل جدا. نقرا الفاتحة. قروا الفاتحة، والعروسة كانت لابسة فستان كويس جدا وكانت فرحانة. ابتديت اتردد عليهم، استأذنت عمي اخد عروستي او خطيبتي ننزل نتمشى، نتفرج على المحلات، نقرب من بعضينا. يقول عمي كان متحفظ من الاول، كان بينزل معايا احيانا اختها واحيانا اخوها الصغير، وبعد كده ابتدينا يعني نخرج مع بعضينا، بنتكلم كويس قوي وبنضحك وبنتفسح وبنسهر على كافيهات ونتعشى في محلات، عريس او خطيبتي. واتكلمنا هل كان في حد في حياتك وانت كان ليك حد في حياتك، وبنضحك وبنهزر. هي قالت لي قول لي وما تخبيش عني حاجه، انا مش هيفرق معايا، انا عندي اخواتي بيعرفوا بنات وبيكلموا بنات، وعندي اخويا اللي اكبر مني مقطع السمكه وديلها وياما عمل لنا مشاكل. كل الشباب كده، انا مش هزعل. وكانت انسانه ظريفه وبتضحك وتهزر، قلت لها والله لا عرفت بنات ولا غيره، انا مش بتاع ان انا اعلق بنات وامشي البنات وقالت لي لا بس دي حاجات يعني، قلت لها لا ما فيش.
طب انت بقى سالتيني؟ طب قالت له لا خالص والله انا كذا وكذا، وانا بقول لك انا كنت سائل عليها وعارف ان هي انسانه محترمه جدا جدا جدا. طب كويس. انا كنت مستعد، والدها هو اللي قال يعني 6 اشهر بالكتير او 7 اشهر. في الفتره دي جبت الشبكه ولبسناها ونخرج عادي جدا. في خلال ال6 اشهر انا كنت مخلص كل حاجه، وانا كنت جاهز قبلها كمان. وعمي جهز كل الطلبات اللي كنا متفقين عليها، وما وقفناش في حاجه، والحمد لله رب العالمين. لا والدي وقف معاها مع والدها في اي حاجه، ولا انا وقفت معاها في اي حاجه، سواء بقى من الشبكه او القايمه او كل حاجه كانت ماشيه. وانا كنت فرحان، وابويا كان فرحان، وهم فرحانه، وهم فرحانين، والعروسه فرحانه ومية. عملنا حفله في نادي في المدينه اللي احنا عايشين فيها، والقرايب والاحباب، ورقصنا وغنينا، وزف العروسه اتزفت زفه جامده جدا معايا، وفرحانين طبعا. واخواتي عملوا شو حلو جدا، وهي اخواتها عملوا معاها برضو والله شو حلو، وزميلاتها اللي كانوا معاها في الجامعه يعني عملوا معاها. والله انا الفرح بتاعي يعني يمكن لو شفتوا الراجل اللي كان بيصورنا والقاعه يقولوا ما شفناش فرح زي الفرح بتاع فلان وفلان. يعني انا قعدت سنه كانوا يقولوا ما فيش زي الفرح ده، ما فيش زي. حتى لما كنا ندخل على الموقع بتاع القاعه نلقى فرحنا ده فضل مستمر فتره طويله قوي، حاطينه عندهم كنوع من الافراح اللي كان فيها يعني بهجه وسعاده وحاجه كده جميله جدا. وشيء طبيعي زي اي عروسه دخلنا شقتنا، ربنا كرمنا، الحمد لله رب العالمين، زي اي اتنين متجوزين. بعد 3 4 شهور يعني العروسه كانت يعني بتكلم والدتها، ففي ايه يا بنتي؟ قالت لها انا عايزه والدتي، عايزه اروح عند الدكتور، انا تعبانه، الكلام ده كله. ففرحت انا من جوايا، حسيت ان في حاجه، فيعني ربنا يكون اللي في بالي صح وبتاع. بعد 3 شهور جواز حتى كانت والدتي تقول لي يا ابني كنت مستعجل ليه؟ افرح شويه، انت مستعجل على العيال وخلفه العيال. وامها كانت فرحانه برضه. المهم اللي كنت بظن فيه الحمد لله مراتي حامل. قعدنا بقى في الدلع، ما تتحركيش، ما تقوميش، ما تقعديش، الكلام ده كله. والحمد لله في اول سنه جواز ربنا رزقني بابني. بعد كده ريحنا سنة ولا بتاع، وبعد كده قلنا بقى نجيب بنوتة. لكن ربنا رزقنا بولد تاني زود فرحتنا، والدنيا حلوة جدا. ما فيش يعني، أنا لا عمر مراتي زعلت مني، ولا عمر أنا زعلت من مراتي، ولا عمرها راحت بيت أهلها غضبانة، ولا عمري أنا في يوم من الأيام سبت مثلا البيت وأروح عند، أنا سايب لك البيت وأروح عند أبويا، لا خالص. دي كان ابويا وامي يا ابني تعالى اقعد معانا شويه، طب هات العيال وتعالى كذا كذا. انا من النوع اللي بحب اقعد مع مراتي واقعد معها. صحيح كانت ممكن مراتي اهتمامها بنفسها بسبب العيال، انا كنت حاسس بده. يعني مش اي راجل لازم تكون عينيه في النضاره. عيلين صغيرين، مش هتيجي بقى تحط لك ميك اب، مش هتلبس لك كل شويه، مش هتقعد بقى تروق لك البيت. يعني شيء طبيعي ان العيال عيل نايم يبقى التاني صاحي، الاتنين نايمين بيكون وراها اي حاجه بتعملها، واحيانا الاتنين يسهرها للصبح. يعني انا مقدر تعبها وشقاها، وخاصه انها ولدت قيصريه مرتين، فده اثر عليها كمان. ومراتي من النوع اللي هي بتخاف على جسمها جدا، لو زادت شويه تعمل رجيم، يبقى الاكل اللي قدامي عامله رقاق وعامله اكل وعامله لي الاكل اللي بحبه، وتقول لها يا بنتي بتتعذبي نفسك. تقول لي لا انا عشان احافظ على الوزن بتاعي واحافظ على قوامي، فانا كنت اقعد اكل، انا كنت ابقى مبسوط. خلاص براحتك، تاكل حته لحمه قد كده، اكل انا الباقي حته، واقول لها والله الرجيم بتاعك ده عاجبني جدا، خليكي على طول كده، ونضحك وبتاع. رابع سنه، خامس سنه. طيب ده شيء جميل جدا، انتوا عايشين شهر يعني 5 6 سنين. قال لي لا 5 سنين، 5 سنين عسل. طيب
كويس، كويس، كويس. آه، الدنيا كويسة. بعد كده ابتدت تنسحب شوية بشوية. العيال بيعيطوا، العيال هنام معاهم في الأوضة، العيال يناموا أدخل أقول لها طب تعالي بقى، لا لا أنا لو قمت العيال يتخضوا، خليني نايمة معاهم. لما كنت أقعد أقول لها طب ما ينفعش كده، ودي هدوء تلاقيني زعلان، كانت تيجي شوية بشوية، ما بقتش تيجي. ابتدى الموضوع ملفت للنظر. أنا عايزها وهي بتتهرب مني، وكنت بقول لها في إيه؟ تقول لي لا مفيش حاجة والله، بس عشان العيال بخاف أحسن يتخضوا يقوموا نوت، لدرجة قلت لها هاتيهم، هاتيهم يناموا معانا. أنت عايز تنامهم على الأرض؟ قلت لها إيه، نحط لهم مرتبة، ده أطفال، لا عيل منهم يصحى وأنت بتكون وأنا. يا ستي لما يصحى إحنا بنكون طافيين النور. لا 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 معلش معلش، أنا ما أحبش حد. طيب ماشي. ابتديت انتهز اي فرصه في النهار بحجه ان العيال نايمين، اقول لها بقى حقي. مره تيجي بعد خناق، ومره بعد محايلات، ومره بعد هدايا. كان في الاول لا، كان في الاول الموضوع ده هي يعني بتسعد بيه وانا بسعد بيه، وده حلال ربنا يعني. مش المهم الموضوع ده استمر. انا بتمنى اللي معايا على التيك توك ال 500 او ال 600 اللي معايا على التيك توك يدخلوا على اليوتيوب، لان انا اليوتيوب النهارده بيبقى في ايام كده، يعني انا معيش على اليوتيوب اكتر من 200، فانا ما اعرفش اليوتيوب النهارده. في ايام بيوصل معايا ل 1000، وفي ايام مش معايا حد خالص. فاتمنى كل اللي معايا على التيك توك يتحولوا على اليوتيوب مباشر مع حنفي، هيلوا الاشعار يشتركوا ويدخلوا ويتواصلوا معنا. لان التيك توك معايا 600، اليوتيوب معايا 100 يعني او 200، فكده غريبه جدا. فاللي واخد اللي واخد البساط كله التيك توك على راسي، وبشكر امير القلوب، بشكر الناس اللي قاعدين يبعتوا لي ورد، اشكركم جدا عليه. اليوتيوب ما فيش حد يعني معايا 200 واحد بس، ما فيش حد فيهم قال السلام عليكم. طيب شكرا يا سوزان، بتقول لي حاضر تؤمر. ما انت معايا على اليوتيوب يا سوزان، انا بتكلم الناس اللي معايا على التيك توك. انا معايا 600 على التيك توك، انا عايز اشوف ال 200 اللي عندي على اليوتيوب بقوا 800. لما كل التيك توك يدخلوا على الحلقه على اليوتيوب هيبقوا معايا 800. لكن مش هينفع انا كده هخلي شغلي كله على التيك توك، واتنحق نهائيا عن اليوتيوب، لان فعلا اليوتيوب كده في مشكله فيه. يعني ما انا ما اعرفش ازاي التيك توك معايا 600 واليوتيوب معايا مش مكمل 200، ده في حاجه مش مظبوطه يعني. خلينا مع التيك توك بقى، هم اصلا دلوقتي هقرا تعليقاتهم وهقرا كل حاجه وخليني ماشي معاهم، ما دام اليوتيوب مضايقها علينا شويه في المشاهدات. المهم ابتدى يقول له والده ووالدته. والدته قالت له يا ابني تعبانه مع العيال، والست ما دام تعبانه ما تاخدش منها حاجه. الست ما دام تعبانه سيبها، سيبها خالص. والست لما تلقاك مدلوق عليها بتبقى ليه، سيبها لغايه هي على راي ماما زينب، لغايه ما تحن. ده الرسول عليه الصلاه والسلام يا ابني كان من ضمن الحاجات لما الزوجه تحصي زوجها ويبقى زعلان منها بيهجرها في الفراش. فيعتبر ده يا ابني انت، لا انت مش عايزاني وانا مش عايزك. فقال سمعت كلام امي خلاص انا غلطان، انا مش هقول لك تعالي ولا غيره. وابتديت بقى خلاص اعيش حياتي، ما دام باكل وما دام بشرب وبلقى هدومي وشقتي. وابتدت هي كمان زي ما يكون بتقول بركه يا جامع، بركه يا جامع، بركه يا جامع. لا لقيتها حنت، ولا لقيتها بتقول لي انا هاجي النهارده اقعد معاك شويه، لا.
تفضل أو نفضل قاعدين، الاقيها تقول طب انا هاخد العيال عشان انيمهم. تاخد العيال في الاوضه تنام معاهم براحتك. شهر اتنين تلاته، طب وبعدين؟ ايه اللي غيرها كده؟ مراتي الموبايل ده ما بتمسكوش، يعني الموبايل بتاعها ما بتمسكوش، يعني حتى الصفحه بتاعتها على الفيس اخر منشور عاملاه يمكن من سنه، لا منزله ولا عامله ولا مصوره حتى عيالها، ما بتصورهمش زي كده لا، مش في دماغها. هي تتفرج على التلفزيون، تشغل اغاني، وفي اول ما نقوم من النوم تشغل قران، غير كده ملهاش في اي حاجه. وما بتخرجش، يعني حته تعال نروح لام لا، العيال واحده في واد في ايدي اليمين واد الشمال، لا بقول لك ايه، انا لا اروح عند حد، انا قاعده في بيتي. امي ابتدت تكلمها، والله العظيم يا ماما انا بس تعبانه، هو اللي بيشتكي، انا بيشتكي بيقول لي انا والله العظيم تعبان، انا يسيبني العيال متعبيني. طب يا بنتي هو لا برضه جوزك وليه حقوق، وانتوا الاتنين لسه عيال صغير، لسه بدري على الكلام ده. والله العظيم حاضر يا طن، حاضر يا ماما، مش حاضر يا طن. تيجي امي تكلمني ايه، اظن النهارده بقى عشت، لا والله العظيم يا امي ادي، ده انا قلت لها النهارده يا بنتي عايزه النهارده اتصل بابني اقول له صباحيه مبارك، قالت لي ان شاء الله، قلت لها ابدا والله يا امي. اضطرت امي تكلم امها، شوفي بنتك شوفي، حتى انا زعلت يا امي انا ما بحبش كده، قالت لي لا يا ابني، لا يا حبيبي، لازم امها تكلمها. امها كلمتها البنت، قعدت يومين ثلاثه، وبعد كده والنبي ما تضغط عليا، والنبي ما تكلم والدتك، والنبي ما تكلم والدتي، انا تعبانه انا. فلقيت ابويا بيقول لي يا ابني انا عايزك. حاضر يا بابا. خير يا امي في حاجه؟ قالت لي والنبي يا ابني ما قال لي، والنبي ما قال لي يا ابني. هو ابويا عايزني فيها، والله يا ابني ما قال لي. فرحت اه يا بابا، قال لي واد يا ابني، الست بتكره ان جوزها يقرب معاها لما تكون انت مش قايم بدورك كما يجب، فبتتعبها ومش بتخليها تحس بالعلاقه دي. يا ابني انا ما قدرتش اقول لامك تقول لك الكلام ده، فانا بقوله لك انت كبير دلوقتي زي بعضه، روح لدكتور وخد بشورته. لان في ستات لما بتبقى في العلاقه تلقى نفسها بتتعب على الفاضي وبتكره الموضوع، بتتعذب. يا ابويا مش كده يا ابويا الكلام ده، بيقول انا اتنرفزت. ابويا قال لي يا ابني اهدى، لا هو عيب انك تكشف ولا غير، انت هتخسر حاجه؟ انت مش واثق من نفسك يا باي. ابويا شككني في نفسي، شككني في نفسي، رحت كشفت وانا محرج. طب انا مخلف عيالين يا جماعه، ده انا مخلف ولدين، يعني انا قلت زي بعض، زي بعض. رحت كشفت، والكشف بقى حاجه يا استاذ حنفي ربنا ما يكتب على حد. يعني اولا حته ان الواحد يتعرى، وانا لقيت ان انا لازم أن اعمل معرفش حقنه اتعمل فين ويقيس معرفش ايه ويعمل ايه وحاجات يا استاذ حنفي قله ادب والواحد حياءه بيمنعه، وكل ده عشان انا عملت كل حاجه. والدكتور قال لي يا ابني فيكش حاجه خالص، فيكش حاجه خالص زي الفل، اشعاعاتك تحاليلك الاختبارات اللي عملناها. وقلت لابويا اه قال لي يا ابني انت بتوريني انا، وانت بتوريني انا يا حبيبي، انا بس بسد كل حاجه ممكن تكون سبب. اقعد مع مراتك واتكلم معاها. المهم جت حماتي بتقول لي يا ابني اصبر عليها، هي تعبانه والله. تعبانه ايه يا حاج؟ ده احنا دخلنا في سنه يا حاج، دخلنا في سنه. طب زي بعضه، انا على كل منهم كلمت ابوها هنوديها المشايخ وهنوديها ما اعرفش فين ونشوف الموضوع ده، ممكن يكون يعني عليها قرين ولا عليها جن عاشق ولا اصبر يا ابني. المهم امي لقيتني انا
متضايق، والموضوع ده مضايقني جدا، لان انا متعود ان انا شاب صغير ولسه متجوز يعني. انا يا استاذ حنفي الحمد لله كان كل يوم. فامي لقيت لي بقول لك إيه يا ابني، ده حقك، ده حقك، انت راجل في بيتك، خد حقك. يا امايا قالت لي خد حقك يا ولد، ما تتحننش عليها ولا تستاذن منها من شعره. يا امايا طب ما هو كده يا ود حلالك يا ابني، يا ابني حرام عليك بتعمله في نفسك ده. وهي لما تلقاك خدتها غصب عنها، نهاريها تكسر، يقول لك اكسر الشر، بدل ما اخده غصبانيه اخد العلاقه بالرضا. ما انا جربت كل حاجه، قلت ماشي يا أم. خليت العيال نايمين وانا قاعد في الصاله عشان اطمنها، ما لو دخلت الاوضه ورديت عليها لا هتعمل نفسها نايمه، لا هتعمل نفسها مع العيال ومحد. فانا قلت اسيبها واخديني قاعد قدام بتتفرج بسمع التلفزيون، اقول لها تعالي اعملي كوبايه شاي عشان تسيبي العيال وتدخل تعمل الشاي. اجي انا لاقطها عشان ما نقولش العيال. ناديت عليها تعالي اعملي كوبايه شاي، طلعت من دخلت المطبخ، جيت انا اقفل على العيال بالمفتاح، والله يا استاذ معاك. وجيت داخل المطبخ يقول لي في ايه؟ قلت لها انا قفلت على العيال. يعني ايه؟ يعني ايه؟ رحت شديتها بقى. ما هو يسامحني ربنا، يسامحني ربنا، لان انا اضطريت ان انا يعني زي ما يكون والله العظيم يا استاذ حنفي، واحده من الشارع انا ضحكت عليها وقلت لها تعالي مثلا روجي لي الشقه، ولا تعالي انا زميلها في الشغل وتعالي افرج على شقتي، لا وخدتها يعني شدتها لدرجه ان انا قطعت لها هدومها، قطعت لها هدومها وبتعلي صوتها عشان يالي يعيطوا. الحاجني يا فلان، ابني الصغير ده لسه بالزعج عشان الواد يعيط، وانا قلبي اقول لها غور لا. خدتها في الاوضه، والله ما عرفت والله ما عرفت اخلعها هدومها، والله ما عرفت اوسعها، خدت حاجه منها. الاغرب من كده ان انا بعد ما عملت كده لقيتها رمت نفسها على الارض وبتشد في شعرها كده. انت هتكت عرضي، هتكت عرضي كده، انت مراتي بقالك 6 سنين، منك لله مش مسامحاك وتعمل يا استاذ حنفي زي في الافلام. هتكت عرضك يا بنت الكلب، ده انت مراتي. واتصلت بامها، كان الساعه داخله على 1 في الليل، امها وابوها جه. لا يا ابني ما ينفعش كده، لا يا ابني كل حاجه بالوصول، لا يا ابني كل حاجه ما تاخدش غصبانيه، لا يا ابني، لا يا ابني، لا انت بهدلت البنت، انت بهدلت البنت. بهدلت البنت ايه؟ ما انا بحكي لك يا حاجه من زمان. وابوها يقول انا ما حدش حكى لي حاجه. يا عم حكى شبه اكيد مراتك حكيها لك. خدوا بنتهم، عرفت بعد كده ودوها عند مشايخ وودوها مش عارف عند مين، ما سابوش حاجه، وكله قال سليمه ما فيهاش اي حاجه خالص، ما عليهاش اي حاجه خالص، يقروا عليها القران ويعملوا بتاع ده ودوها حتى استغفر الله العظيم عند ناس غير الدين، وكلهم قالوا ما فيش حاجه خالص. وجبت لها مشايخ الرقيه الشرعيه، ما فيش عندها، ما فيش حاجه. امها قالت لي يا ابني وديها عند دكتور نفسي. قلت له ماله؟ اللي خلاني انا رحت عند دكتور كشف عليا نسا وتوليد، بتاع ده امراض جلديه وتناسليه، ما يجراش حاجه. وديتها عند الدكتور النفساني، قال لي لا ما ينفعش تكون معانا. لا يا دكتور، انا يغيظني بقى حته ان انا ادخل مراتي جوه وانا اقعد بره. قال لي جلسات الطب النفسي كده ما ينفعش، خليها عايزه تحكي لي حاجه مش عايزاها تحكي لك. اقول له يا دكتور احنا متجوزين بقى لنا 6 سنين، داخلين على 6 سنين، واخدين بعض الحمد لله رب العالمين. قدمت لها والخطوبه استمرت 6 7 اشهر وبنحب بعض واتجوزنا. يقول لي لا ما دي ما جراش حاجه، لازم اقعد معاها، اللي هو نقعد مع بعضنا جلسات وهديك ريبورت بعد كده، بعد فتره الاستماع والانصات والادويه والعلاجات اقول لك كل حاجه. قلت له خلاص هجيب لك
اجيب لك امها معاه. قال لا امها ولا امك، لازم يكون في ثقه. قلت له يعني ادخل مراتي يا دكتور عندك وتنام قدامك وانت تبقى قاعد جنبيها؟ يا ابني هو العلاج النفسي كده. ما عجبنيش الكلام ده. انا مش مغفل ولا حاجه، بس انا ما بحبش كده. المهم سالت على اشهر طبيبه امراض نفسيه، قلت له ده الدكتور. حتى ضحكت لما بقول، قالت لي خلاص يا سيدي كلنا زمايل، لكن احنا يعني ان يطلع عنصر فينا وحش ولا طبيب بامراض كذا وحش، مش معنى كده كلنا وحشين. ده الحاجات دي بتبقى حاجات نادره، لكن يا عم حاضر. المهم قعدت مراتي تروح عندها برضا مراتي برضاها. في الفتره دي الدكتوره كلمتها، لقيتها بتقول لي هي مراتي على فكره، لو عايز تتجوز انا ما عنديش مانع، ولو عايز تطلقني انا مش عايزه منك حاجه. طب ليه طيب؟ ليه؟ في ايه؟ تقول لي انا مش عايزه. ليه؟ قلت له طب هقول لك على حاجه، اعتبرني ان انت جايبني اخدمك انت وعيالك، اعتبرني خدامه ببلاش. في اكتر من كده حاجه؟ هخدمك انت وعيالك ومش عايزه حاجه. عايز تتجوز اتجوز. قلت له ومين اللي هترضى وانا على ذمتي واحده وعيال تقول لي خلاص ما جراش حاجه طلقني؟ او اقول لك على حاجه، اتجوز وخليني انا كده اربي العيال وانت عيش حياتك. واجيب شقه منين؟ اجيب شقه منين؟ ولا اجيبها تقعد معايا هنا؟ انهي واحده اللي توافق على كده؟ تقول لي طب زي بعض عشان خاطر. طب هقول لك على حاجه، اوعى تاخدني غصب عني تاني عشان خاطري. هقول لك ابوس على ايدك ما تاخدنيش غصب عني. تصعب عليا لما تقول عايزه تبوس على ايدي يا استاذ حنفي، عايزه تبوس على ايدي، خايفه ان انا تبقى نايمه، خايفه تقفل الباب من جوه لو خبطت عليها عايز حاجه عايز حاجه. اقول لا والله ما هاخده غصب عني. احلف بقول لك والله. تفتح اه مفيش حاجه، مفيش حاجه. انا قلت ابص على العيال تبقى واقفه خايفه، والله يا استاذ حنفي تبقى ماسكه عبها كده. هو ماسكه عبك ليه؟ ده انا جوزي. المهم لما حد يجي من اهلي تبقى لابسه ومتماكيجه وعبايات وبرفانات وتقابل اهلي وهي حلوه ومحافظه على جسمها، ابقى ارجع كده. يجي حد من اهلها يلقوها العبايه والمكياج والشعر اللي مبيناه كده من تحت الطرح وجمال، ابقى بص، ابقى متجوز وعامل زي العيال المراهقه اللي عندها 17 18 سنه، رجعتني لايام ما قبل الجواز. بقيت ببص لمراتي لا مؤاخذه واروح لا اله الا الله يرضي مين ده؟ ده انا متجوز ومراتي زي القمر زي القمر. واول ما اهلها يمشوا ولا حد ولا مناسبه عندنا ولا عيد ميلاد ابن عصام ولا تجري تدخل الاوضه على طول، تخلع بسرعه وتغسل وشها. اقول لها غسلت وشك وخلعت هدومك؟ تقول لي معلش معلش، وانا بقول لك اتجوز. اقول لها طب في حد في حياتي؟ تقول لي عيب، عيب الكلام ده. طب يا بنت الحلال، انت دلوقتي حلال ولا حرام تقول لي انا ما قلتلكش ما تتجوز؟ اقول لها انت لسه صغيره على كده. طب قولي لي انا، طب اقول لك على حاجه، ما بيجيلكيش مره نفسي ان انت تكوني جنبيا ومعايا؟ تقول لي لا. لا. طب انت بتكرهيني؟ لا ده انت ابو عيالي. طب انت طب انا مثلا يعني في موقف انا عملته مزعلي ايه ده أبداً. المهم قلت اروح للدكتوره بقى، رحت للدكتوره من وراها، يا دكتور ايه الموضوع؟ قالت لي مراتك انا بتكلم معاها انسانه طبيعيه جدا جدا. قلت لها وانا وديتها للمشايخ؟ قالت لي مشايخ بقى وايه بالكلام ده؟ انت راجل متعلم، مشايخ وكلام فاضي ايه؟ مراتك ما فيهاش حاجه خالص. قلت لها طب ايه السبب ان بنت زي دي لسه صغيره
ومش عايزه تقرب مني. قالت لي ده في علم النفس عندنا ان هي ممكن اعتبرها ان هي شيخوخه جنسيه. يعني ايه شيخوخه جنسيه يا دكتور؟ يعني ايه الكلمه دي؟ قالت لي اصل انا عايزه اقرب لك المعنى النفسي، مراتك مش متقبله الموضوع ده خلاص، مش متقبلاه، ومفيش علاج ممكن اديه لها. قلت لها طب يا دكتوره ما وديها اديها منشطات. قالت لي لا منشطات ايه؟ مفيش حاجه اسمها منشطات، مش هتتقبل اي حاجه، هي ملهاش رغبه في الموضوع ده خالص، ملهاش رغبه. على كل منهم الشرع حلل لك تتجوز تاني وتالت، ده اللي اقدر اقوله لك. لكن مراتك نفسيا مش مريضه، انسانه طبيعيه جدا، بس زي واحد كده ما يحب شكله معينه، هي خلاص الموضوع ده بالنسبه لها ده. هل ممكن اكون انا السبب؟ قالت لي ممكن. طب السبب ازاي؟ قالت انت الغلطه اللي عملتها لما خدتها مره بالغصب، دي اللي كانت النهي. وهي فعلا اول ما تشوفني تقول لي عشان خاطري، حتى واحنا قاعدين ناكل واحنا بنتغدى تقول لي يا حسام عشان خاطري، عشان خاطري ما تاخدنيش غصب عني، اوعدني. احنا بناكل طب زي بعض، زي بعض عشان خاطري. انا دلوقتي عندي منها عيلين، ما اقدرش اتجوز تاني، ولو طلقتها ما هي لازم تقعد. مش هي لو عليها ممكن تاخد عيالها وتروح عند بيت اهلها، بس انا مش هتعب عيالي. طب انا ما اقدرش اتجوز تاني. امي تقول لي ما تسالش فيا، اديها فوق دماغها وخد حقك. اديها فوق دماغها واخد حقك ايه؟ اذا كانت بتصعب عليا وتقول لي في اي وقت وهتاخدني غصبانيه. انا مش ناسي لغايه دلوقتي لما تقول لي منك لله هتكت عرضي. هتكت عرضك ايه؟ ده انت مرات. اخبط عليها بتطلع لي عايز حاجه، عايز حاجه، عايز حاجه، عايز حاجه. تقفل عيبك ليه يا امال؟ في ايه؟ عشان خاطر يسيبني مع عيالي، عشان خاطر. طب بص انا اعمل ايه؟ مشايخ مفيش حاجه، جساوسه مفيش حاجه، طب نفسي مفيش حاجه، رحت كشفت على نفسي زي الفل مخلف منها اتنين. طب اعمل ايه اكتر من كده؟ اعمل ايه؟ مراتي زي القمر، تلبس احسن لبس، تتمكيج احسن مكياج، وانا خارج معاها الف من يحسدني عليها، الف من يحسدني عليها. ببقى ماشي معاها لو ادخل كافيه ولا نسهر سهره حلوه عشان اجر رجلها كده واخليها تفرح، اجيب لها هديه عشان افتح نفسها وتقول لي ان شاء الله يعني هجاملك النهارده، هدوس على نفسي عشان خاطرك، انا النهارده هعمل لك مفاجاه مفيش. ادخل انا وهي بعد سهره تبقى لابسه بقى ايه؟ مكياج والميك اب وضحك وهزار مية مية. ادخل الشقه، ولما نروح نجيب العيال بقى من عند امها او العيال يكونوا عندي اللي مفسحه لوحديها، تاخد العيال يحسدوني. امي تقول لي يا واد انت خايف من الحسد؟ ده انت مراتك تحل من على المشنقه، وهي تحل من على المشنقه، تحل من على المشنقه. ابويا وامي ابتدوا يشكوا لما بيشوفوها تضحك وتهزر وتاخد العيال، او احنا وهي نطلع العيال فوق عشان نروح ناكل في مطعم ولا نتعشى، تطلع العيال فوق، امي تتصل بيا تقول لي يا ابن الكلب ده انت متجوز فرس. ولقيتني كنت متجوز حماره، والله لو متجوز حماره كان احسن. الناس يحسدوني عليا، ادخل نجيب نطلع نجيب العيال، ندخل الشقه تجري تغسل وشها هو وتلبس الجلابيه ولا كاننا. اقول لها لا خليكي حلو، تقول لي لا ما هو، اقول لها عشان خايفه احسن تحلو، تقول لي هتاخدني غصب عني يعني؟ اقول لها لا. تقول لي طب الحمد لله الحمد لله. عايز حاجه قبل ما ادخل؟ تكون متعشيين. عايز حاجه ولا ادخل انام؟ اقول طب اقعدي جنبي. تقول لي لا اصل لو قعدت جنبيك هتزعل انت. ما هزعل، اقعد جنبيها اقرب منها تقوم مش عارفه ازعل. ما قصرتش معاها، اطباء، مشايخ، جساوسه، امها، ابوها، امي، ابويا، كشفت على طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ قول لي اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ ومش عارف. يا ترى لو ده ابننا بقى النهارده 6 سنين على جوازه،
ابتدي اخد انا عايز التيك توك هم اللي يتفاعلوا معايا، انا معايا على التيك توك دلوقتي 1000، معايا على اليوتيوب 200. يعني شكرا يا تيك توك. مش عارف اعمل ايه في اليوتيوب والله، في مشكله اعتقد ان الاشعاعات ما بتوصلش، ما اعرفش فين ماما زينب بقى. ايوه ماما زينب.